دي بقى كيكة الشاي السريعة في الخلاط، أحلى وأطرى وأهش كيكة ممكن تاكلوها كده جنب كوباية شاي، طعمها في منتهى اللذاذة ومش هتاخد منكم أكتر من 5 دقايق بس تحضير وتكون جاهزة للخبز. في الخلاط هنا حطيت حبتين من البيض وعليهم كوباية إلا ربع من السكر، معلقة صغيرة من الفانيليا، ونص كوباية زبدة على زيت، يعني ربع كوباية زبدة وربع كوباية زيت، وممكن تستخدموا الكمية كلها زيت. خدتهم وضربتهم في الخلاط كويس جدا لغاية ما بقى عندي الخليط ناعم بالطريقة دي. زودت عليه بقى المكونات الجافة، عبارة عن كوباية من الدقيق ومعلقة ونص صغيرة من البيكنج باودر ورشة ملح. هنخل بقى المكونات الجافه دي كده على الدقيق، وابدا بمضرب يدوي او بمعلقه او حتى بسباتيولا ان انا اقلب كويس لغايه الدقيق ما يختفي تماما. وهنا هيجي دور اخر مكون، هحتاج نص كوبايه من الحليب المغلي، نص كوبايه حليب سخنه جدا بتغلي كده من على النار، واضيفه على الخليط ده واقلب. الحليب السخن او المغلي في الكيك بيديله نتيجه رهيبه، بتطلع الكيكه طريه جدا ومساماتها ضيقه زي الكيك الاسفنجي. قلبت بقى كده كويس بالمضرب لغايه ما الخليط كله بقى بقوام واحد، وبعد كده بسباتيولا عشان اتاكد ان مفيش اي دقيق موجود في البوله من تحت. صبيت بقى الخليط بتاعي في قالب مقاس 22 وبطنته كده بورقه زبده، وممكن تبطنوه بدهنه سمنه ورشه دقيق. وخبزت الكيك في فرن ساخن من قبل على حراره 180 الرف الاوسط، واخد تقريبا ساعه وكان استوى تماما. وشوفوا بقى طراوه وحلاوه الكيكه من جوه، مساماتها ضيقه وزي الكيكه الاسفنجيه بالظبط، ده غير بقى طعمها ونكهه الزبده فيها قويه وادت لها طعم في منتهى اللذاذه. وبس كده، لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وتجربوها وتعرفوني رايكم.